السلام عليكم المتتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه وراحه البال يا ربي. انا عندي واحد الدواء ديال البرد، راه كنت فايته دايره عليه فيديو، ولكن مطلوب ليا بزاف. ودابا بغاتو واحد السيده ضربها البرد وغادي يوصلها ليا نيت الالياس، حيت الياس كيشربو. راه الياس كانت عنده الحساسيه بحال الضيقه، كان كيدير رابوز. هذا هو الاخر ليه والله العظيم. كيشربو عاي بدا فيه البرد كيشربو الحمد لله تيبرى. ايوا ها نتوما معايا نوريكم الطريقه. هذا بحال هذا راه ما يخطاكمش في الدار. بسم الله. عندي بعدا كاس ديال الليمون. انت غادي اللي بغات تصايبو على حساب. المهم كيبرك شهر ونص كاع، ولكن في الثلاجه ما يخرجش من الثلاجه. وقت ما شرب منه الواحد يرجعو ثاني للثلاجه. انا درت كاس كبير حيت غنقسمو على 2 خطرات، وكل واحد يدير القدر اللي بغا. المهم هذا الا تصايب وتحط في الثلاجه، وقت ما حسيتي بالحلاق ولا الكحبه ولا هذا تشرب معلقه في الصباح. المهم 3 الخطرات في النهار، ماشي زعما تخافي تشربي بزاف يضرك ولا، حيت حاجه طبيعيه. دابا عندي هنايا سكينجبير، غنحيد ليه الجلده وغادي نحكو، وعندي القرنفل وغندير ليه السنيده. المهم هاد السكينجبير خضر راه هو باين بلا مزيان لكلشي، لا الحلاق ولا. كاين اللي كيديروا بقشرته. دابا انا عندي مغسول ونقي، نقدر نديرو بالقشره ديالو. عاي واحد عاي كرطو كتحيد القشره بشويه بلا ما يضيع الواحد. راه زعما اللي جربوا والله العظيم عجربوا، راه حاجه زوينه والله. الا واحد جارتي الا مشات جابت الدواء من فوق السيرو من الفرماسيان وشرباتو والو ديك الكحه قالت لك ما كتخليش النعس. والله الا داتو من عندي الا يومين تبارك الله وجات لاباس عليها. نتوما عجربوا، تتجربوا عاد ديك الساعه غتعرفوا اش كنقول لكم. دابا هذا عندك عارف نطلعها. المهم انا عندي دابا هنايا القرنفل وعندي سكينجبير، ها هو راه نقيتو، وعندي السنيده. المهم دابا غادي نحط هذا سكينجبير. اللي بغى ملي كيطيب، اللي بغى يصفيه، اللي ما بغاش انا كنخليه بها سميتو ديالو بهذا سميتو القشور ديال سكينجبير. ندير في التبسيط. ندير الحكاكه حتى هي. ديما سميتو الدواء ديال العرب راه كيكون زوين، حيت كاع هادو الليمون والسكينجبير راه كلشي راه باين. الليمون اللي كيشربوا اللي فيه الكحبه ولا هذا راه غير بوحدو الناس دفيتيه وشربتيه تيحيد الكحبه، ولكن بهاد الجوج هادو انا بعدا راه بالتجربه كيف لكم. الياس كان عندي ديما الا خملت الا عراق سميتو ديالو طلع ليا معاني الريحه ديالو مشهد، ولا الا عراق صافي كيجي نيفو يهبطو بالماء والكحه
والله الا الحمد لله الا عاد يشربوا تيولي لاباس. وهانتوما جربوا غادي تعرفوا اش كنقول لكم. بغيتي تحكيه بغيتي تقطعيه بالموس تقطعيه بالموس. حتى الموس يجي سهل على فوق الحكاكه. الا كانت الحكاكه كبيره كتسربي دغيا دغيا. ما شاء الله هاد السكينجبير الريحه ديالو شحال زوينه شاهده. غنبرزكم بالتقرقيل ديال التبسيط. داكشي اللي بقى غادي نضربوها بالموس. عندي هاد الحكاكه صغيره ما كتبرش القلب، ما نقطعو بالموس. اما اللي عنده الحكاكه كبيره عاي يتحك كامل وكرا كله خيوطه. ما نضيعو منه والو. ماشي المهم ها هو القرنفل ديري كميشه قد هكا حيت انا غندير الليمون كثير. اما الا كنتي غديري الليمون عقلي 7 الحبات. دابا درت سكينجبير والقرنفل، انا غندير 3 المعالق ديال السكر. عندي الكاس ديال العصير. هو الليمون ماشي ضروري تعبري بالكاس ولا ديري القدر اللي بغيتي يبقى عندك بزاف راه ديري الكاس كبير. بغيتي عاد داكشي الدواء اللي غادي تشربيه ويسالي المهم هو راه كيتعطل. ما تخافي لا يحماض ولا ما كيوقع ليه والو. صافي راه في الماء وكديري ليه العافيه مهيله ماشي مجهده بزاف صافي. وانتي مصايبه الدواء في دارك، لا ما تمشي لا تجيبي الدواء من الفارماسيان ما والو. حاجه طبيعيه ديما كتكون
لا لا ما تخافيش. لا غيكون وحدهم بغا يسلم. هادي جارتي باركه معايا على حساب صافي، على حساب لا جميل بصحتك. غيجيب لك الشفاء. جات باش دي الدواء ديالها كنصاوبو قدامك، منها انت تشوفي شنو درت فيه، ومنها تعلمي ليه الوقت مره اخرى تصايبي على راسك. حتى يبدا يطبخ عاد هذيك الساعه الواحد يحركو، يبدا يحركو بالمعيلقه. انا دابا راه تقريبا ملي كنت شاركت معكم هذاك داك العام، من ديك الساعه والله العظيم ما كيخطانيش، ديما عندي في القرعه في الثلاجه. وقت ما شدوني الحلاق ولا ولدي بكا تيكح ولا هذا تيشرب. المهم مزيان الحلاق، مزيان البرد، مزيان الحساسيه، كلشي مزيان. غتشهدي حتى يبدا يطيب، عاد ديك الساعه نقصي ديري العافيه تكون مهيله. وما فيش شي حاجه زعما اللي الواحد ما غاديش يلقاها. القرون في السكينجبير، السكر والليمون، 4 الحوايج فهمتي صاوبتي الدواء لراسك تجي كاع. وهذا راه كي قلت لك راه احسن من السيروب، والله العظيم الا احسن من السيروب. سكينجبير والقرون في القرنفل راه كيدير الاكسجين. هو راه كيكون مار شويه حيت سكينجبير راه حار، والقرنفل حتى هو حار. اللي ما عندوش السكر يقدر يقوي السكر. السيده اللي غادي نصايبوا ليها ما عندها السكر ما درتش بزاف. اللي عنده كاع العسل الحر صافي راه كمل الوصفه. اللي عنده العسل الحر راه ما بغيتي تشربي منه معلقه من هذا وتهزي شويه ديال العسل الحر تخلطوه معاه في الكاس وتشربيه. اما الا ما كانش العسل الحر راه هذه كافيه. وديروا لي الكومونتير ولي لايك، الله يستركم والله يسهل عليكم. هو راه سميتو غير لي لايك، وهذا راه ما كيتخلص عليه حتى واحد، غير هو بلا راه الفيديو كيطلع شويه. دابا انا تنسيت حيت صافي شحال هادي ما بقيتش كنحط، صافي بقى قليل اللي كيدخل عندي. الواحد الا نقص ليه تقولي كاع نص ساعه، ولكن تكون لي ناقصه العافيه. انا دابا عاد درتها مجهده حتى يبدا يطبخ وغادي نقصها حتى اللحم. نص ساعه صافي، خليه يبرد وحطيه وديريه في شي قريعه تكون عندها غلقتها وتحطيها في الثلاجه.
انا دابا هو كيطبخ، غادي نقص ليه خليه العافيه مهيله نص ساعه، حيت انا نص ساعه حيت صوبت درت الليمون كثير. اما اللي بغى يصايب ويدير عشويه ما عيطبخ شويه صافي ويطفي عليه، حيت غادي يشربوا في دقه واحده، غادي تقريبا يومين 3 ايام. اما هذا راه غادي نخليه شهر شهر ونص حتى الواحد حتى يسالي، ما غيخسر ما يوقع ليه والو ان شاء الله. الله يجيب الشفاء للجميع يا ربي، تشافي كاع اللي مريض. المهم نحبس حتى يطيب باش ما نطولش، ما يطولش الفيديو. المهم الطريقه هانتوما شفتوها. انا رجعت لكم بعد ما طاب، دابا انا غادي نطفي عليه. القرعه خصها ما تكونش سارده بالماء باش ما يغمالش. زويناتهم انا ما كنصفيش، كنخلي انا بالقشور ديالو. بالقرنفل ديالو بدوك الخيوطه ديال السكينجبير هادو كيبقاو فيه، بحال الدراري الصغار اللي ما كيبغيوش ياكل بهذا الشيء كتصفي لهم مع الفول او تعطي لهم. والله الا راه الدواء واخا شربي منه 2 معالق 3 كاع. بسم الله ما شاء الله زوين. جربوا هاد الدواء غادي تفكروني. اليوم ما تنساوناش في واحد لي لايك وكومونتيرات يكونوا زوينين. قولوا لي اللي جرباتو تقول لي واش برات عليه ولا لا، حنا مجربينه. ايوا هادشي اللي كاين. حتى الفيديو ثاني اخر ان شاء الله.